عليكم ومرحبا بكم حبايباتي. اليوم المطبخ الاقتصادي العائلي كما عودتكم بالوصفات الاقتصاديه والسهله. اليوم راني جبت لكم وصفه في الطاجين الفخار، غادي نخدموها مع بعض ونعطيكم النصائح واسرار باش ينجح لكم الطاجين وما يتشققش ويتحمل النار ويقعد لكم مده طويله وانتم تخدموا به. نروحوا نخدموا الوصفه مع بعض ونكتشفوا كامل اسرار هذه الوصفه خطوه بخطوه. هنا نحتاجو زوج حبات بطاطا على حساب افراد العائله، تقدري تضاعفي كل وحده والعائله تاعها. نقطعهم نديرو ما يكونوا غلاط ما يكونوا رقاق، متوسطين. وهنا غادي نصنعوا العقده ولا التوابل اللي غادي نترافق الدجاج تاعنا والخضره. نحتاجو في هذه العقده نحتاجو الملح، نحتاجو لا موطار، ونحتاجو التوابل تاع الدجاج، راس الحانوت، فلفل اسود وفلفل عكري احمر والكمون، واي توابل تبغوه تقدروا تضيفوه. هنايا نروحو نديرو مغرف هكا صغيره تاع قهوه لا موطارد، مع ملعقه صغيره تاع خل. لا عندكم تقدروا تعوضوه باللي. ونحتاجو هنا حوالي كاس تاع لاتاي ولا ربع كاس تاع زيت. نديرو حوالي ملعقه مليحه تاع ملح، ولي تبغي دير الثوم ديره، تبغي تقطعيه غير من فوقه ديريه، انتي حره في هذا الشيء اللي تبغي ديري الاعشاب العطريه، تبغي دير. تبعيني غير خطوه بخطوه، هذه الاكله بزاف شابه وبنتها روعه. ملعقه كي نخلطوا بالمكونات وتجينا هذه لاصوص، نروحوا نديروا ملعقه كبيره تاع طماطم مصبعه، نشرطوه كيما هاك باش التوابل يدخلوا فيهم مليح. نروحوا نجيبوا الخلطه تاعنا، هنا نحتاج زوج حبات بصله نقطعوهم هكا. نروحوا نديروهم في هذا الخلطه. نروحوا نجيبوا السوبير تاعنا
هنا راني غاسلتها مليح. نروحو نديرو فيها الدجاج تاعنا. نديرو فيها البصله مردومه وديريها في الدار. هذه نستحافظوا عليها، داك خبركم شي نديرو بها، ما نغسلوهاش تاعنا، نديرو لها غير شويه حبه ملح وشويه حبه الكحله. تبعوني خطوه بخطوه باش تنشفوا فيها. نغطوا بها كاع هذاك اللحم مع البصله. وهنا عندي شويه زيتون وشويه هنايا لحم مفروم. ما كنش لما كانش عندكم ماشي في الوصفه، غير انا كي كان موجود عندي ندير له غير شويه ملح. يعني قلت لكم الا كان ما كانش ماهوش في الوصفه، انا كي كان عندي بغيت ندير. نزيدو نكملو هذيك البطاطا تاعنا. عندي سنيت نقطعوهم عشوائي، نديروهم غير من الفوقه. الثوم نديروه غير عشوائي كيما هاك. وهنا نقضبو حبه تاع طوماطيس. نروحو نحطوها من الفوق. نجيبو ورق الزبده نديروها عليه كيما هاك. باه نديرو عليه الالومنيوم. هنا كان عندكم بابي فيمي هذاك تقدروا ديروه، عندكم بابي كويسون احسن ديروه. نروحو نديرو الورق الالومنيوم باش نضمنوا لاصوص تاعنا ما تحوش. وهنا الفرن راني مشعلته مسبقا على درجه 180 درجه، حميته مليح. ودرك ندخلوا السوبير تاعنا هذه نهفتوله مليح مليح باش طيب لنا على راحتنا. نزل الفرن حميته مليح. بعد كي ندخلوا السوبير تاعنا الشباك نديروه كاع تحت. انا عندي فرن تاع غاز، الشباك كاع نديره كاع تحت. غادي نعطيكم نصيحه خفيفه للمشاهدين الكرام تاوعي، كاع اكيد بعض الناس كاع نعرفهم عندهم الفخار ويحاصلين كيفاه يطيبوا فيه. غسلته من برا ومن الداخل، وبعد عمرته ماء وغطيته، وغدوه خليته ليله كامله. وغدوه من داك كي حليته صبت الماء تاعه شوي ناقص، عاود قصت داك الماء ورحت جبت زيت مقلي اللي نقلوا فيه البطاطا عادي، زيت تاع اللي يكونوا داسينه. رحت كاع مسحت به كاع الجهه تاع الداخل وجهه تاع برا حتى منا، خاطر هو منا اللي راه يقاوم النار باش ما يصالكم تشققات ويشد لكم بزاف. خاطر بزاف يشكو منه يقول لك كي نحطه عند النار يتشقق ويطرطق. تبعي نصيحتي وان شاء الله كاع تنجحوا فيهم وطيبوا فيهم، خاطر ماكلتهم ما شاء الله والاهم ماكلتهم صحيه. وحتى هادو انا درت لهم غير الزيت باش نضمنهم، ما درتش فيهم الماء خاطر هما مختلفين. هادو يجوا مبنترين، هادو طين نيشان. هادو درت لهم غير الزيت وخدمت فيهم عادي كيما هذه خدمت فيها اللحم هذاك اللي يجي عليه الخضره ودخلتها الكوشه وطيبت فيها عادي. وهذه داك نخدمها معاك. راني خرجتها حامل ما شاء الله. هاسي السوبير صدقت ما تكسرتش.
غادي نقلبوها. من الاحسن تجيبوا حاجه كبيره خاطر فيها لاصوص، ومن بعد كينا تحطوها في طبق التقديم. نروحوا نقلبوها مع بعض. ما لصقتش، طيبت لنا ما شاء الله. ها وجد الطبق تاعنا ونشتوه مع بعض كاع، فرغناه في الطبق بلا سوبيير، ما لصقتلناش. ان شاء الله يكون عجبكم الطبق. واللي عندها هذه سوبيير ما عليها غير تروح تجرب فيها اللحم، البوزلوف، اي حاجه تبغي ديريها في الكوشه غادي تنجح لك. وغادي نجرب معكم صوالح بزاف فيها. ديروا لي جيم واشتراك وتفعيل الجرس، ما تنساونيش بالبارطاج كاع مع صحاباتكم. ولا عجبتكم الوصفه راني نقول لكم ما تبخلونيش بالجيم تحت وكومونتير شباب كيفكم. ونقول لكم شكرا على وقتكم. الى اللقاء في الملتقى في فيديو جديد ان شاء الله.